تفاصيل جلسة فيريرا مع عبد الله جمعة قبل مباراة الزمالك وإنبي. البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عقد جلسة مع لاعب الزمالك عبد الله جمعة على هامش التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. عبد الله جمعة والذي من المفترض أن يكون بديلا في الجبهة اليسرى في ظل غياب اللاعب أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي للإصابة. عبد الله جمعة بيخوض منذ فترة تأهيل بعد الإصابة والتي كان يعاني منها مؤخرا. فيريرا عقد جلسة مع عبد الله جمعة وطالبه بالتركيز في الفترة القادمة وبذل أقصى مجهود لديه ليكون إضافة مميزة للفريق خلال الجبهة اليسرى. وأكد البرتغالي لعبد الله جمعة أنه يثق جدا في قدراته وأنه يرغب في الاعتماد عليه حال كانت حالته الفنية والبدنية تسمح بذلك. وأكد فيريرا لعبد الله جمعة أن سبب استبعاده في الفترة الماضية كانت رغبته في أن يكون جاهز بالشكل الأمثل قبل الدفع به في مباريات الزمالك.